السلام عليكم ومرحبا بكم خياتي في فيديو جديد على قناتي. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وبصحة جيدة. نبدأ بالصلاة على الحبيب يا الحباب. نبدأ بالصلاة على الحبيب يا الحباب. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله وعلى بركة الله. نبدأ بالوصفات الرمضانية. اليوم حبيت نشارككم في واحد الوصفة على كل حال على طريقة المغاربة. أنا بالنسبة لهذه الوصفة علمتها لي حماتي، ربي يطولها في عمرها إن شاء الله، ونقولها من هذا المنبر شكرا وليك وحشة. واش نقول لكم، عندنا بالنسبة للطبق الثاني هو دوزيام بلا. بالنسبة للطبق الأول أنا درت شوربة فريك وديجا شاركتهم الوصفة. بالنسبة للدوزيام بلا واش عندنا اللحم بالبرقوق على طريقة أشقائنا المغاربة. عندنا بالنسبة للمقادير عندنا اللحم على كيما نقولوا الكمية اللي على حسب لي نومبر، يعني على حسب الناس اللي عندك في عائلتك، سواء عائلتك كبيرة ولا صغيرة. هاد الطبق باش نعرفه مليح. هاد الطبق سبيسيالمون لي ماروكان يديروهم في المناسبات وفي الأفراح تاعهم. في أي مناسبة تكون، سواء أعياد دينية ولا أعراس ولا أفراح، أي حاجة متعلقة بالأفراح تاعهم، هذا هو البلا اللي يديروه في العراس تاعهم. بالنسبة للمقادير باش ما نطولش عليكم. بالنسبة للمقادير عندنا، بالنسبة لي أنا عندي أسرة تاعي صغيرة. عندنا دي بتي مورسون تاع اللحم. بالنسبة لي أنا درت تقريبا كيلو تاع اللحم هبرة. درت عليه مغرفة تاع الثوم. لازم ديروا السمن الحرة. أنا ما عنديش سمن. اكتفيت أني درت واحد ضامة تاع السمن، هي جامبو كيما نقولوا جامبو تاعنا تاع السمن. نديرو مغرفة تاع الكركم، فلفل أسود، زنجبيل، القزبر مرحي. وعندنا مغرفة كبيرة تاع لي زيبيس اللحم بالبرقوق. بالنسبة لهادو لي زيبيس يسميوها الضغميرة. الضغميرة واش فيها حبة الهيل، فيها نجمة الأرض، فيها يا ربي نسيت اسمها، حاصل هذيك القشور تاع جوز الطيب. المهم عندهم واحد لي زيبيس يطموهم ويرحيوهم. سبيسيالمون اللحم بالبرقوق الدجاج محمر. نحطوهم يترقدوا مدة ساعة حتى لساعة ونص. هو كل ما يترقد بيان يجي بنين. ونزيدو عليه زوج كبار تاع بصلة، عفوا زوج حبات كبار تاع البصل. قطعوهم كيما حبيتو. هما بالنسبة للطبق يديروه يقطعوه شوية كبير. أنا بالنسبة ليا قطعته صغير باش يدوب لي في الطياب، ما نحبوش يبان. نقليوه بيان وما نزيدولو والو. واش نحطو شوية تاع زعفران شعرة في كاس تاع الماء صغير. نخليوه يترقد. ونحطوه مع هذاك الخليط ونخليوه. من بعد نحطوه يتقلى. من بعد ما يتقلى لنا نديروه باقة من عفوا من المعدنوس والقزبر. ونديرو عود تاع القرفة ونقليوهم بيان. من بعد ما يتقلى نزيدو نفس الكأس اللي كنا كاين به الماء. وحطينا له هذاك الزعفران. نفس الكاس نزيدوا له هذاك الكاس ونغلقوا لاكوكوط. ما تخافوش عليه. كيما نقولوا ما راحش ينشف، يطيب فيه لانه البصل يطيح يسيح يطلق الماء. والماء واللحم تاني كيطلق الماء، يعني ما راحش يلصق، راح يطيب بيان الحمد لله. في كاسرونة واش نجيبو كمية تاع العينة، نشلوها بيان ونحطوها الطيب. نحطو عليها شوية تاع السكر اختياري بالنسبة ليهم. هما ما يكتروش السكر لانه اصلا هذاك الماء اللي يطيب فيه البرقوق ما يحطوش، يصفيو غير البرقوق ويزينوا فيه من الفوق. وللتزيين تاني شوية تاع اللوز نحطوه بارد في بارد مع الزيت ونقليوه ونخليوه كما نقولوا في النهاية التزيين. الطبق رايحين تشوفوه في نهاية الفيديو. وبالنسبة للمملحات حبيت نشارككم البسطيلة المغربية بصح. النوع هما عندهم بزاف انواع تاع البسطيلة. النوع اللي درتو انايا هو بسطيلة بالكروفات. بالنسبة للكروفات يا إما يكون كونجيلي ولا يكون عادي. نكونوا مقشرينه ولا نشريوه مقشر، كمية صغيرة ماشي كمية كبيرة. نديرو عليه حبة بصل كبيرة وشوية تاع الثوم، شوية تاع الزعترة،
فلفل عكري، فلفل أسود، كركم، القزبر مرحي، ونحطو شوية تاع الزيت ونقليوهم كلش مع بعضاهم. على كل حال الفيديو راه يشرح نفسه. بالنسبة كان راني نسرّع في les فيديو باش يجيني الوقت، زعما وقت محدد، يعني باش ما يجيش الفيديو طويل en même temps باش يجوز لي في sur يوتيوب. نزيدو عليه شوية تاع المعدنوس ونقليوهم بيان ونطفيوه ونخليوه يبرد بطبيعة الحال. أثناء ما يكون يبرد هما الأغلبية هما كيما نقولوا إحنا المغاربة واش يديروا يشريو الورقة من اللي يبيعوا جديدة كيما إحنا عندنا اللي يخدموا في الدار ويبيعوها. هما ما يشريوش الديول كيما إحنا اللي يتباعوا بالباكي، لا هما يشريو بالكيلو. بالنسبة للخالي تاني واش درت هذيك الشعرية الرقيقة يقولوا لها السفة. فورت كمية صغيرة وخلطتها مع هذاك الكريفات والبصل وهذوك لي زيبيس اللي كنت حضرتهم. من بعد ما يبردوا نجيبوا الورقة تاعنا نحطوهم في هذاك المول اللي نقطعوا به لي مينوار. يا اخي يكونوا كاين الكبير وكاين الصغير، انا جبت هذاك الكبير. علاش ماشي مليحة البسطيلة بهاد الورقة؟ لأنها تتقطّع معانا كيما راكم تشوفوا، بصح حنا رايحين نديرو زوج كيما نقولوا ما ماشي مشكل. لهنا كيما راكم تشوفوا نتني الورقة وما بين التنية والتنية ندهن بالزبدة والزيت، خلّط كمية تاع الزبدة والزيت ونشمّخها بيان. العملية راهي باينة ما راحاش تكون صعيبة. نخرجوها من اللومول ونجيبو ورقة تاع الديول وحدوخرى وندهنوها بالزبدة تانيك والزيت ونقلبو الجهة اللي كنا تنيناها في الداخل هذيك الورقة ونعاودو تكرار العملية. خياتي ما تنساونيش بالدعم والاشتراك وتفعيل زر الجرس باش يوصلكم الجديد وبارطاجيو مع الأحباب والأصدقاء لتعم الفائدة. واللي التحقوا بقناتي نقولهم مرحبا بكم، نورتوني حبيبات قلبي. ان شاء الله تكبر عائلتنا ومنا لقدام ان شاء الله بالدعم تاعكم. فضلا وليس امرا على كل حال. كيما راكم تشوفوا خياتي غلقنا هذيك كيما نقولوا الورقه تاع الديول ونقلبوها من الجهه اللي كنا نتنيو فيها الورقه تاع الديول. حبيت نزيد نوري لكم البسطيلة التانية كيفاش باش تعرفوا كيفاش ديروها. نجيبوا ورقة تاع البسطيلة ونحطوها في الديول، عفوا هما يقولوا بسطيلة، شديت البسطيلة الحاصل. نجيبوا الورقة تاع الديول نديروها في هذاك لومول نعمروا بالحشو ونديروا شوية فرomاج. انا بالنسبة لي درت شوية فرomاج، اللي ما تحبش دير ما ديرش. نديروا شوية تاع الفرomاج ونغلقوا وما بين التنية والتنية ندهنوها بالزبدة والزيت باش تغلق معانا، ولانه احنا ما رايحينش نقليوها رايحين ندخلوها للفور. كيما قلت لكم خياتي ندخلوها للفور على 180 درجة لمدة 10 دقائق تكون واجدة معانا. في الأخير رايحة تشوفوا الأطباق اللي كنت حضرتها معاكم في طبق التقديم. ونقول لكم يا أحبابي، قالوا زمان لا تبكي على الصحة وتقول كانت، ولا تبكي على حبيبة وتقول راحت، ولا تبكي على الدنيا إذا عليك دارت. ابكي على الأيام اللي من عمرك ضاعت، وابكي على السنين وصلاتك فاتت، وابكي على الصحة إذا بيك طاحت، وابكي على الميمة إذا عليك راحت. قالوا زمان الأيام فاتت والوجوه في عينينا بانت، والناس على حقيقتها بانت، والعشرة عليهم هانت. وقالوا زمان يا الحباب اللي حاب يتزوج يبدأ يكتب بخيط معوج. وقالوا زمان عوم في بحر الغارق وما تعومش في دموع الولية، إذا ما جهتكش في الصحة تجيك في الذرية.
ولهنا خياتي نقول لكم إن شاء الله يكونوا عجبوكم وصفاتي لنهار اليوم. على كل حال كل واحد واش يقدر يطيب. بالنسبة لي أنا الزوج تاعي تشهاهم، درتهم له وحبيت نشارك معاه مع خياتي الوصفات اللي نعرفهم، لا أكثر ولا أقل. يعني كل واحد كل قدير وقدره، يعني اللي يقدر يدير الوصفات هادو اللهم بارك، اللي ما يقدرش يدير بحاجة قليلة وهذا ما كان. آآ ولهنا خياتي كيما راكم تشوفوا هذه هي الكمية اللي خرجت لي. دهنتها بيان بهذيك الزبدة والزيت اللي كنت خلطت لهم، وندخلوها الفور كيما قلت لكم على 180 درجة مدة 10 دقائق، يكونوا نشعلوا من التحت ومن بعد كي يتحمروا من التحت نشعلوا من الفوق. وهذو هما الأطباق اللي كنت شاركتكم خياتي لنهار اليوم. إن شاء الله يعجبوكم، شهيتكم في الجنة. نقول لكم في نهاية الفيديو صحة فطوركم وصحة سحوركم، وتقبل منا الصيام والقيام وحسن الأعمال. هذه هي البسطيلة جات مقرمشة، شهيتكم في الجنة سمحولي. ولهنا نقول لكم أستودعكم الله التي لا تضيع ودائعه في فيديو آخر. مع السلامة.